الدكتور لايت مان الأذكى بيقدر يعرف اللي بيحقق معاهم كدابين ولا لا من بس مجرد النظر لتعبيرات وشهم، إيماءاتهم، التجاعيد اللي حوالين العين، وبيشرح للناس وعامل كورس مطور عن دراسة لغة الجسد. زي مثلا المجرم اللي معاه دلوقتي وفجر قنبلة، لما اتسأل على القنابل الباقية موجودة فين قال لا معرفش، بس ابتسم لثواني، معنى كده ان هو سعيد، حاول يغير شعوره ده. ففي واحد قال له يا دكتور وانت تعرف منين ان هو بيتظاهر وبيمثل رياكشنات؟ الدك مسك كوبايه رماها، الكل اتفاجئ. قال بالظبط، المفاجأة الحقيقية بتقعد ثانية بتظهر على وشك، ولكن المشتبه فيه لو ظهرت عليه أكتر من ثانية فهو هنا بيتظاهر. نكمل الفيديو. شايف الرياكشن ده؟ احتكار، ده رياكشن احتكار خفي. ونصيحة، لو شفت الرياكشن ده على شريك حياتك اعرف ان العلاقة قربت تنتهي. ضحكوا، فواحد سأل طب يا دكتور هي مش رياكشنات الوش مش بتختلف من شخص لشخص؟ قال له طب بص تعال نشوف في فيديو المحكمة تانية، وساعتها المتهم بيعمل نفس الاحتكار. صورة تالتة، احتكار أكبر، خزي خزي، مشاعر عالمية، المشاعر شبه بعض سواء كنت ربة منزل من الريف أو راجل إرهابي بتاع تفجيرات، الحقيقة بتبان على وشنا كبشر. بعد فترة نلتقي بالدكاية فوستر، طبيبة نفسية والمساعدة بتاع الدكتور لايت مان، والمفروض يعينوا شخص معاهم جديد. وثالثا وآخرا لوكر برضه يبقى تبع التيم بتاع الدك، بس العمدة بيرن على الدك للقضية وهو جيمس طالب في الثانوية عنده 16 سنة، ضرب راس مدرسته في ترابيزة إزاز قتلها، وعلى الرغم من انه لسه 16 سنة بس هيتعامل كبالغ، يتسجن يا 30 سنة يا إلى الأبد. بس عشان القضية حساسة فالعمدة عايز يتأكد من الدك هل ده قتل ولا لا. المدعي العام قال ان جيمس الشرطة قبضت عليه وهو بيهرب من جنب بيت المدرسة وقت ما ماتت، كمان جهاز كشف الكذب جاب ان هو كذاب. فالدك قال لك دلوقتي العمدة عايز الحقيقة والمدعي العام عايز يكون ان هو على صح، واحنا هنا الأغبياء في النص. دخل للولد، الولد بيقول لا انا ما قتلتش، انا كنت بجري من جنب بيتها. فالدك بصله قال له انا سمعت انك بتلعب رياضة الجري، فايه بالنسبة لك احسن سباق خضته السنة دي؟ فبص على جنبه وقال مش عارف، ممكن السباق الشهر اللي فات. فقال له طب عضلات فخدك الرباعية عاملة ازاي وقت الجري؟ فبص برضه على جنبه وقال ما اعرفش يمكن جيدة. فقال له انت بقى وقت الجريمة كنت بتجري جنب بيتها ليه؟ فقام بصله بتركيز قال له كنت بلعب رياضة. الدك وهو بيحلل الفيديو بيشوف المدعي العام وهو بيكلم ست وكان بيحللهم هما الاثنين. المهم فوستر قالت له ايه الاسئله الغريبه وربع فخد ايه؟ فرد ان الولد لما كان بيقول الحقيقه كان بيبص لبعيد، هو ما يعرفش يعني ايه فخد رباعي، فهو مش عارف فبيقول الحقيقه، انما لما بيكذب بيبص في العين. فالمدعي العام قال له غريبه، ده المفروض العكس. قال له ان دي مجرد شائعه منتشره ملاش اي اساس صحه، اي شخص لما بيحاول يكذب بيبص لك في عينك علشان عايز يتاكد انت مصدقه ولا لا. كمان لو بصينا لما جبنا سيره موت المدرسه كان الحواجب بتاعته مائلين، فقالت فوستر الحزن، هو كان حزين ليه يخفي حزنه؟ فالمدعي قال له ده شكله مذنب. فالدك قال هو غالبا حاسس بالحزن، ما كانش يقصد يقتل مدرسته فحاسس بالحزن بسبب كده. المدعي قال له بجد يعني كمان مش قصد، يعني عشان حواجبه بقى حزن وبقى قتل بالغلط؟ قلبت الموضوع في ثواني بسبب خرافاتك. رد ان دي مش خرافات، يعني ابتسامتك مع الاستاذه من شويه انت بصيت لها بسرعه وبعدت نظرك، الاجابه بتاعتها رفعت دقنها واظهرت ده بحرك انها اتكسفت. فانا هخمن انتوا الاثنين عملتم علاقه وانت مش عايز الامر يتكرر عشان مراتك، وهي اتحرجت لما انت قلت لها كده. لا ابعد ايدك عن مناخيرك، لما بتحب تخفي موضوع في انسجه بتقف وبتحتاج تحك مناخيرك في الوقت ده. وسابه ومشي. والمخرج بيجيب صدام حسين ومايك تايسون في نفس الموقف كانهم بيخفوا شيء. ماذا يدور في ذهنك ايها المخرج؟ راحوا المدرسه اتكلموا مع المدير، قالوا ان الطالب كان عادي، هو بس ما فيش غير ان ابوه كان كاره المدرسه بسبب كانت ماده هي بتدرسها شايفه انها ماده منحرفه زائد 18. بداوا التحقيق مع الطلبه اللي كلهم اجمعوا ان جيمس طالب كان هادئ وما كانش عليه اي اسلوب عدواني، الا واحد قال ان جيمس كان غريب. فقالت له هو كان غريب؟ انت بتقول كده عشان اتمنعت من المدرسه عشان انت ضربته. ايوه حصل. الاخيره قالت انها كانت معاه في مختبر الاحياء، وقالت ان عمره ما غضب ولا نتوقع ان هو يقتل، بس بيلاحظ الدك ان نفسها تقيل. فسالها انت زعلانه من حاجه؟ فقالت لا. فلما خلصوا كتب حاجه على ورقه وهو راجع وهيركن في واحد سرق الركنه، فرجع له انت مش شايفني كنت هركن هنا؟ قال له والله ما شفتك، وانت بتركن انا ما شفتكش. فالدك كان عارف انه بيكذب فقفل عليه وصابه يصيح. بيروحوا للمطار وبيبدا يبص كم مره ويمشي، بس في شرطيه بتاخد بالها منه تحاول توقفه تساله في حاجه موتراك، يقول لها انا فوت طيارتي، ترد افتح شنطتك. وفعلا فتحتها لقت فيها فلوس. هتكلم الامن؟ قالوا لها لا استني، في الواقع انت المفروض تيجي معانا. وهناك كانوا عايزين يضموها للفريق بتاع الدك، عندها قوه ملاحظه بتلقط اي حاجه واي تصرف من اول مره، كمان نسبه احتكار
وانتقالها ودرجاتها العاليه كل حاجه تاهلها انها تبقى في فريق الدب. فهم ماشيين قالت لهم نسيتوا شنطه الفلوس، رد عليها ان دي مكافاه لو انتوا وقعت معانا. فورست كان بتقول له اللوكر يعرف هل كان في علاقه غراميه ما بين المتهم جيمس والبت بتاعت الاحياء. الدكتور بيقول ان الناظر كان متوتر، فرد الطبيعي لو حصل تحقيق في مدرسته لازم يتوتر. قال ان ايده الشمال كانت في جيبه وماسك بها رجله. ثم بتيجي قضيه تانية للدكتور، بس اللي هتروح تشوفها هي فورست. ولما قابلت واحد سياسي قال غريبه هو الدك ما جاش ليه. على العموم انا ليا صديقي في الكونجرس متهم انه بيعرف ستات في بارات وبيدفع فلوس ليهم، عايزين نعرف الحقيقه هل هو بيعرف كده ولا لا قبل ما الاعلام يعرف ويتفضح، لان عارف ان الدكتور لايتمان شاطر قوي في الحاجات دي. بتوصل الزميله الجديده للمكتب واللي اسمها توري وتتعرف على لوكر. بيروحوا البيت المتهم جيمس وبيبقى عايزين يشوفوا اوضته، مع ان الاب كان معارض شويه، والاب معروف ان هو متدين فكان متضايق من المدرسه تبوظ اخلاق الطلاب. فالدك رده ايه يعني ما انا بشرب وبراهن على خيول. الاب اتضايق وطرده. ففورست قالت ان الاب مرتد للكنيسه، بيقول ان بسبب انماط حياتهم والناس بتقول ان هو متطرف. الدك قال لك انا حاسس ان في حاجه غريبه في العيله دي. كملت فورست ان الشرطه شافت المتهم جيمس وهو بيجري من بيت الضحيه، يمكن كان بيحاول يمنع ابوه انه يقتل المدرسه. فرد طب والام؟ قالت ان الام كانت خافيه حاجه، كانت دايما بتنده الضحيه باسم المراه مش باسمها. بيوصل لوكر يقول ان البنت طلعت مالهاش علاقه بجيمس، بس انا عرفت متوتره ليه، لانها حامل. ساعتها افتكر الدك بنته ايميلي وان حبيبها هيزورهم النهارده، فرع علشان يستقبله. دي ايميلي بنت الدكتور والشوال ده يبقى حبيبها. الدكتور بعديها بيشوف مقابله مع عضو البرلمان اللي هو متهم بانه بيمشي مع ستات كتير، ولما اتسال هل رحت دفعت فلوس العاهرات حط ايده على وشه. ساعتها الدك قال ان هو حاسس بالخزي. فقال التوري يمكن حاسس بالخزي مش بسبب حوار العاهرات، بل يكون العاهره دي قاصر فحاسس بالخزي ناحيتها. فدي خلت الدك يفكر في حاجه، طلب يشغل تسجيل القضيه الثانيه بتاع جيمس. لما اتسال هل انت هاجمت الضحيه قال لا، وعمل نفس الحركه وكان حاسس بالخزي. فطلب الدك يكبروا الكاميرا، بص على بؤبؤ العين فقالوا انهم واسعين وده مش بسبب غضب او خوف. فرد طب عارفين بسبب ايه تاني؟ فقالوا ان العين بتوسع لما يحصل اثاره. فرحوا للعيله. رد الاب انا ابن عمره ما عمل علاقه جنسيه من اي نوع مع اي حد. فردوا احنا هنا علشان بنقول ان ابنك بريء وان الضحيه مش عليها اثار احتداء، بس في اختبار كشف الكذب ابنك اظهر شعور بالاثاره تجاه المدرسه. لسه الام هتتكلم الاب قال لها اسكتي. كملت فورست ان لو في حد هيدافع عن ابنكم هيبقى احنا اللي عايزين يطلع براءه. فالام قررت انها تقول او تجيب. راحت تجيب صور كان جيمس بيصورها للمدرسه بتاعته، صور مش الطف حاجه، كان بيصورها من غير ما تعرف، بيصورها من بيتها من الشباك في اوقات غريبه. وراح فعلا لجيمس يوري له الصور اللي كان بيصورها للمدرسه. رد ان ايوه، ويوم الجريمه كان بيصورها زي عادته، بس بيصورها وهي ميته، هو ما يعرفش انها كانت ميته. كان رايح يبلغ الشرطه. ساعتها الشرطه وصلت، شافهم حاول يجري بس مسكوه واقسم ان هو بريء. ساعتها بياخدوه علشان يسجنوه. برضه بيجي المدعي العام ويقول ان في ادله كتير ضد جيمس، وجهاز كشف الكذب قال انه بيكذب. رد الدك ان هو بيكذب لانه حاسس بالذنب الجنسي. فورست قالت ان جهاز الكشف الكذب بيقول لك لو حد حس بذنب او لا، بس مش بيقول لك هو حس بالذنب من ايه، والذنب اللي جيمس حس بيه ملوش علاقه بجريمه القتل. فقال لهم عايزين تتجاهلوا الادله بتاعتي ماشي، ولكن يا دك ما تنساش اللي حصل لك من الحكومه قبل كده، واقلق لا يترد لك من تاني. ما هو يا صديقي ماضي الدك وايه اللي حصل له من الحكومه؟ المهم بالليل بيوصل حبيب فورست وبيتاسف لها انه اتاخر عليها لانه كان مشغول قوي وخدها ومشوا. توري قالت له انت مش شايف ده بيكذب، رياكشناته كلها كذب، انت مش ناوي تقول لشريكتك؟ رد ده مش شغلك، ايه اللي حصل في القضيه الثانيه؟ قالت اكتشفنا ان فعلا ان النائب كان كل جمعه بيروح يقابل عاهره اسمها دينيس، كان هي وبس اللي بيقابلها. فقال لها تروحي تكملي تحقيق في الموضوع. فراحت تشوف دينيس، قالت لها انا وحبيبي عايزينك، يعني فاهمه انت عايزينك في ايه، وايه رايك بقى في المكان؟ قالت ان هو جميل. بصت لها انت بتكذبي. يعني بكذب، الفلوس هي اللي بتجبرنا نشتغل في اي حته. المهم يعني هتفضي يوم الجمعه؟ ردت ان لا، يوم الجمعه عندي زبون دائم بيجي لي. لما رجعت قالت بناء على التحليل لما جت سيره يوم الجمعه دينيس ابتسمت وكانها تحمل مشاعر حب للراجل، حب حقيقي فعلا. ساعتها بيجي لوكر بس بيقول لهم شغلوا التلفزيون، واشتغلت الصحافه عرفت القضيه اللي على العضو، وعرفوا كمان انه بيدفع 82,000 دولار كل شهر للعاهره. بدا يتفضح. فاستغرب لوكر ليه يدفع كل الرقم ده على واحده هو مش بيعمل معاها حاجه ولا حتى علاقه. اما لما بتروح فورست للدك بيقول لها ان جيمس بيعاني، هو لا بياكل ولا بينام ولا حتى بيتكلم مع حد، الشرطه بتحرسه خايفين ينتحر. فقلقت. بس المهم جابت صور من البوم جيمس
ناس، وفي منها كان مصور الضحيه وهي بتكلم حد في عربيه قبل ساعات من موتها. فلما لاحظ قال لها شايفه العلامات بتاعت ايه ده زي العلامه اللي بتحاول تقوله ستوب. كانت هتعملها بشكل لا ارادي، كانها بتطلب من اللي بيكلمه انه يوقف او بتتخانق معاه. فطلبوا يعرفوا العربيه دي بتاعت مين. فرحوا للمدير، سالته تعرف حد يكون بيكره المدرسه؟ قال لا مفيش. فوروا له صور العربيه وتردد، وسالوه لو كان يعرف العربيه دي. اتردد ثواني وقال لا اول مره اشوفها. فالدك قال له انا اسف ومسك ايده. فضل يتاسف وهو ماسك وقال له هنشوف العربيه دي بتاعت مين. بعد ما طلع الدك قالوا ان الناظر خاف لما انت عرضت عليه الصور، والخوف بيأثر على درجه حراره الجلد بيخليه ساقع. ايد الناظر كانت بارده قوي، يعني خايف جدا، وان الخوف بيخلي الدم يتسحب من الاطراف بيوصل للرجلين عشان تبقى جاهز للجري لو حصل موقف خطر وخفت فيه. فعشان كده الايد بتبقى ساقعه وقت الخوف. لما رجعوا اللوك قال ان فعلا العربيه ارقامها مش بتاعت المدير. اما توريه ورت ورقه لفورست اخص النائب. فراحوا للنائب اللي كان بيستعد انه يقدم الاستقاله بتاعته. قالوا له العاهره اللي انت كنت بتروح تزورها هي بنتك في الحقيقه، وانك كنت مسجل على موقع تبني ببنت بنفس اسم العاهره بنفس سنها. فرد كانه انكشف. فقال ان في بدايه حياته اتعرف على واحده وانفصلوا، بس بعدين عرف انها كانت حامل وتخلت عن البنت. ولما عين محقق عرف ان بنته كانت شغاله في نايت كلاب. دينيس هي بنته، فكان بيروح لها كل اسبوع بيديلها فلوس، بيحاول يقنعها انها تبطل شغلها في النايت كلاب، بس هي ما تعرفش ان هو ابوها، وفعلا كانت على وشك التغيير. فقالوا خلاص هنقول للناس وترجع لمنصبك. رد بسرعه ان لا مش هينفع الصحافه تعرف، لو عرفوا هتبقى اسمها بنت عضو الكونجرس العاهره، هتفضل طول حياتها يطردوها، وان انا سبق وخنتها مره، انا مش عايز اخونها من تاني، مش عايز احول حياتها الجحيم من تاني. اما المحقق بيحقق مع البنت بيقول لها ايه اللي حصل للمدرسه؟ قالت مش عارفه. قال لها لما حد بيرفع الحاجب بيبقى عارف. فردت لا انا مش عارفه. قال لها انا عارف انك ما قتلتيش، بس قول اللي حصل. اكيد انت ما تقبليش ان جيمس يتسجن ظلم ويشيل شيلة حد تاني. بس بتدخل عليه فورست وبين حزنها وماسكه جواب بتديله الجواب. فلما بص كان باين عليه الحزن، وقال لها خلاص لو عايزه تقولي قولي، مش هتقولي براحتك، جيمس انتحر. فالبنت بتصدم بتنهار وتقول انا ما كنتش فاكره الموضوع هيوصل لكده، انا قلت ان هو صغير هياخد سجن قليل وانها كانت على علاقه فعلا بالناظر. قال لها بيستغلك؟ قالت لا بيحبني، انا حامل منه وكان هيسيب مراته وهيجيلي، هو قال لي كده. في مره المدرسه شافتنا وانا في العربيه بتاعته مفكره انه بيستغلني، بس انا اللي بجري وراه. رحت لها توسلت لها انها ما تعرفش حد علشان كاريره ما ينتهيش، لان واحد بالغ يعرف كسر دي تهمه لوحدها، بس هي ما سمعتنيش. فقلت للناظر وما كنتش اعرف ان هو هيقتلها وتحترف. ونشوف بعدها لحظه القبض على الناظر وسط الناس وهو باصص على الكل. بعدها نشوف انهيار العيله على ابنهم جيمس اللي مات. ولكن جسوت بيطلع انه ما انتحرش وان هو عايش، بيحضنه بفرح. بعدها فورست قالت له انت بتضحك عليا، قبل كده قلت لي انه بيراقبوا جيمس علشان بطل اكل ولا نوم وشكله هينتحر، ومره قلت لي هات ورقه وطلعت الورقه فيها كلام تافه مش انتحار، ليه خليتني اصدق انه بينتحر؟ قال لها دي ورقه ضغط عليه عشان تحترف، ولو انت عارفه الكذبه من البدايه ما كنتش هتكملي فيها لانك فاشله في الكذب. المهم وهو ماشي دوري قالت له احنا هنقول للعضو وللصحافه ان اللي حصل ولا لا؟ قال لها لا هنكذب مش هنقول الحقيقه. استغربوا، انت مره كذبت على شريكتك وما قلتلهاش الحقيقه ان جوزها بيكذب عليها، ومره بتكذب على الموكلين بتوعنا، المفروض اصدقك بعد كده؟ الله براحتك. وكان خارج بيسمع اللي كان بيقول لحبيبته احنا هنقضي العيد مع اهلك، انا فرحانه علشان هنقعد مع اهلك، وكان رد فعله عكس كلامه. واللي بتقول انها زعلانه انها اترقت في شغلها علشان بسبب واحد اتطرد، لا انا زعلانه من الترقيه، ولكن رد وشها بيقول عكس ده. واللي بيقول لعشيقته ان هو بيحبها وهسيب مراتي علشانك، وكأن الامر بتاع النظر بيتكرر ونفس النظره بتاع الكذب، بس المره دي لايت مان وقف في مكانه وراح يكلم الست كأنه مش عايز يخلي الموضوع يتكرر بتاع الناظر. وتنتهي الحلقه بفتح شابتر ومسلسل جديد بتاع الدكتور لايت مان. فلو عايزين نكمل من دلوقتي اعمل اللايك يا صديقي، نكمل في الحلقه اللي بعدها. تبدا الحلقه بعالم كبير قوي، عالم تبع الحكومه حالب الحكومه فلوس كتير عشان يخترع جهاز كشف الكذب المحمول. في نفس الوقت الدكتور لايت مان بيجيب بيضه غريبه هو كمان. فورست بتعرفه على الرجاله امسك بس انت البيضه دي، ويقول له ان ده جهاز كشف الكذب برضه كان بيستخدموه الافارقه الغربيين، كانوا بياخدوا البيضه للمحكمه ولو في علامات قلق كانت البيضه بتتكسر. والبيضه وجهازك الاتنين فيهم مشكله. لا مستر لايت مان جهازي متطور. فجابوا الجهاز وواحده بتسال الراجل، كانت الواحده يعني نوعا ما يعني كده يعني، فالراجل اي سؤال بيتساله يتقال عليه غلط حتى لو هو صح، فرد بالظبط
اي هرمون في البني ادم بيرفع الجهاز ما يعرفش يقراه، فالبيضه اتكسرت. قال له انت شكلك متوتر. القائد قال لا ده احنا صارفين فلوس كتير على المشروع. قال له يا قائد في اسرع وقت هحل المشكله. شوف في ايه؟ اشوف ايه؟ طالما رجع خطوه لورا معناه ان هو مش مصدق الكلمه اللي بيقولها، هو بيكذب. والمخرج يجيب لنا ريتشارد نيكسون، دي لقطه حقيقيه، رئيس امريكا 37 لما طلعت له تسجيلات فضحته وطلع قال لك انا مش محتال ومش بكذب. ساعتها خد نفس الخطوات لورا لانه كان بيكذب يا صديقي. الحلقه دي فيها قضيتين، قضيه تافهه هنفكنا منها بتاعه رشوه، والقضيه الاهم بتاعه تحرش ستات في الجيش. في الجيش بقى في عسكريه قالت ان القائد سكوت بتاعها اتحرش بيها، فجايبين الدك يشوفوا هل ده حصل بجد ولا لا. بس نزل قال هو انا مهمتي تافهه قوي للدرجه دي؟ فالقائد قال له بص للجنديه، ما اقدرش اسيب مغتصب يبقى قائد على فرقه نسائيه، وعشان اوقف القائد سكوت لازم انا اتاكد ان الست دي بتقول كلام صح. فبيقتنع الدك. تبدا حكايه الجنديه انها كانت في مهمه في افغانستان مع القائد سكوت لمده 6 شهور، وكالستات وهم بيغيروا او بيستحموا كان بيدخل عليهم فجاه، قال يعني من غير ما يعرف، لحد في مره جه وبدا يلمسها، وانت عارف الباقي يا صديقي. وكان بيراقب الدك كل حاجه والتعبير فيها. لما خرج توري كانت عماله تساله انت ما قلتش حاجه ليه؟ ردت فورست ان هو بيحب يراقب. نروح للقائد سكوت، بيقول ان في يوم اللي بتقول ان انا اتحرشت بيها انا رحت العب جيم، اكلت في مطعم واشتريت معجون اسنان وحاجات ومعايا ايصالات بكده. توري بتكلمه بهجوم، قالت له يعني انت ما كنتش قريب من خيمه المجندات؟ فقال لا. قالت له يعني انت ما قربتش من الجنديه؟ فقال لا انا قطع الدك. قال خلاص مش لازم نكمل. وهو ماشي الدك قال له خلي بالك عضله البايسبس جامده قوي، ما تيجي تعزمني في المطعم؟ ما تيجي؟ فرد انا ماليش في الحاجات دي، انا بتاع الستات بس. فبعد ما مشي توري قالت يعني ايه اللي انت عملته ده؟ ردت فورست ان المغتصب بيبقى مهووس بالرجوله، محتاج ان الناس تشوفه قد ايه راجل، ولو كان القائد سكوت كان هو اللي عملها كان هيتفاعل مع اقتراحي بافوره، كان هيرفض بس افوره في الرفض وكان يتقرف. قالت له بس هو ما اتقرفش. قال لها صح. اتفاجئ الحاجبان لاعلى والفك الاسفل وان ما فيش عليه علامه كذب. اما بقى الجنديه عضت شفايفها مرتين لما كانت بتوصف الاغتصاب، ودي حركه كلاسيكيه معناها انها مش واثقه في كلامها، الجنديه بتكذب. والمخرج يجيب لنا كذا حد حقيقي بيعملها في موقف كده. بعدها توري بتدافع، تقول انت فاكر ان في ست هتكذب بشان واحد بيغتصبها؟ فالله ضيف عليهم ان في ست بيطلع لها شنب وان الستات بتموت، دول 3 حاجات الستات بتنكرهم. كملت فورست ان في 8% من ادعاءات الستات بتوع الاغتصاب بيبقوا غلط. فردت ماشي بس دي راحت حربت ومع الجيش القديم، فردوا برضو ان مفيش اي تعبيرات على وشها تقول على اي حاجه، ده حتى وهي بتحكي متجمده، يعني مفيش مشاعر، لا مشاعر خزي او مشاعر خوف. على الاقل المفروض نلاقي كرمشه هنا في منطقه الجبهه بس مفيش. قالت توري يمكن هي حاسه بستريس فمش عارفه تعبر. الله بصي في مره عملوا تجربه، كان جابوا رجاله وستات كتير والقاضي كان بيحكم عليهم، كان كل قاضي بينحاز لجنسه. قالت له يعني انت شايفني بدافع عنها علشان هي ست؟ فرد انا مش بقول، ده داروين هو اللي بيقول. بس ساعتها بيلاقوا شكوى قديمه عن القائد سكوت انه فعلا كان بيدخل حمام السيدات في المعسكر، قال يعني بالغلط. فردت طب ما انا شكلي انا صح وبس لاحظ حركتها. قال لها مش كويس تنعت رئيسك بالغبي. قالت انا ما قلتش. رد ان العلامه دي معناها كده اهي، نظره اشمئزاز وازدراء، ودي كمان نظره اسف. ماشي قبلتها. الدك جاب 3 من المعسكر يسالهم، فخد واحده وساب التانيين مستنيين. وساعتها في الفيديو كان واقف وهي المجنده بتحكي قصتها، فقرروا يشغلوا وكانت في كاميرا مراقبه بتراقبهم. بعدين فورست بتجيب ورقه قديمه عن سكوت انه كان عنده زمان سجل اجرامي، يعني تعدي، حيازه مخدرات، اشعال حرائق. فورست قالت في علاقه دايما ما بين المتحرشين وما بين انهم يكونوا سبب في اشعال حريق، الاتنين جرائم بتاكد على التعلق بالسلطه او بالقوه، اثبات بالقوه يعني. فقالت يعني ردت ايوه ان هو كده متهم اكتر. بس الدك قال لا مالوش علاقه، ولكن المجندات قالوا حاجات اكتر، مش اللي انا بحقق معاهم لا، بل اللي انا سبتهم يستنوا هنا علشان يتفرجوا على الفيديو. كانوا هم هيدوسوا على الزرار ويشغلوا لان دي طبيعه بشريه وانا كنت عارف بكده. قال لها دلوقتي يا اللي عامله ان انت فاهمه، انت شايفه ايه؟ قالت مش شايفه حاجه. الله بالظبط. بصي غياب المشاعر ده مهم قوي. كملت فورست ان اي واحده ست لما بتسمع عن واحده بتحكي تحرشها بيعطوا مشاعر، ممكن تحمر وجوههم او يبصوا لبعيد، يحركوا كتفهم. اما دول ما عملوش اي رد فعل وكانهم مش مصدقين الحكايه اصلا، مع ان المجنده عاشت معاهم 3 سنين، على الاقل يتعاطفوا معاها. وهنا نعرف ان الاغتصاب ما حصلش. فرح لها الدك، الله صاحباتك ساعدوكي في حكايتك، فبلعت ريقها. فرد ايوه انا قلت كده برضه، وطلب الشرطه العسكريه تيجي تقبض عليها. فبدات تقول لا ما عملوش كده، انت مش فاهم، في ضحايا محتاجين المساعده
مساعده. فتوريه قالت لها اخجلي من نفسك. ردت اخجل؟ انا كدبت بس علشان بعمل الصح، كنت بحاول احمي اصحابي. بعدها الدك قال لفورست اتبعيني، وقال لها هل انت ممكن تكدبي علشان تصححي غلط؟ فردت حسب الموقف. بس ليه؟ قال لها الجنديه كدبت بس علشان تحمي فصيلتها، وكانت بتقول ده وهي مقتنعه بدون كذب. فردت طب وانت بتتهم قائد بالاغتصاب، ازاي ده هيحمي الفصيله؟ بالظبط انا سالت نفس السؤال. بس بص على المقابلات الفرديه دي، بص بيحصل لهم ايه لما سيره القائد سكوت بتيجي. في الفيديو بيقولوا ان القائد سكوت قائد عظيم، بس الرياكشن عكس كلامهم، رياكشن اشمئزاز. قالت بالظبط رياكشنهم بيقولوا انهم عارفين ان القائد ما اغتصبش الجنديه، بس هم قرفانين منه. بالظبط. وده خلاني افكر، ماذا لو الجنديه ما كدبتش في كل حاجه؟ ماذا لو كدبت في الضحيه بس ما كدبتش في الجريمه؟ يعني ايه؟ يعني انت شايف ان ممكن يكون اتحرش بواحده تانية في الفصيله؟ رد ان التقرير بتاع التحرش ادانه وكمان افتعال الحرايق، ودول السلوكيات ماشيين مع المغتصب. ماذا لو ان الضحيه الحقيقيه خايفه قوي وخايفه تطلع هي اللي تحكي؟ فردت يعني ممكن تكون الجنديه اتهمت القائد سكوت بفعل عملها في الماضي وعملت كده عشان تحمي الستات التانية في الفصيله. السؤال بقى اتحرش بمين؟ فدخلت ساعتها توريه وقالت هي القضيه دي مش خلصت. فورست قالت لها لا، شكله سكوت اتحرش بواحده تانية وهي خايفه تطلع تقول كده ومرعوبه. فقررت الجنديه التانية تحكي قصتها، اما اللي حصل معاها كده مختفيه او شكلها ماتت. فالدك طلب من توريه تجيب تقرير عن كل المجندات اللي اختفوا، وفعلا بعد فتره جابت ورقه عن واحده مفقوده. بعد ما شافوها عرفوا عنوان اهلها وراحوا. لما دخلوا الجد قال بنتي والله ما اعرفش هي فين، من زمان ما شفتهاش، ولكن حركه ايده تدل انه بيكذب. فرد الدك تمام عن اذنك بقى. بدا يمسك العكاز بتاعه وباعلى صوت يستنجد يقول الحقيني يا بنتي بيضربوني، ويرمي العكاز على الارض. البنت نازله خايفه على ابوها. مسكوها. احكي بقى ايه اللي حصل؟ بدأت تحكي ان عمرها ما كان عندها مشكلة مع القائد سكوت، بس من اول يوم ليهم في افغانستان كان وظيفتها انها تقول نعم يا سيدي وامرك. فسألتها توريه هو حصل كتير؟ قالت كان كل يوم في خلال ال6 شهور. ما قدرتش اتحمل ده لما رجعت الجيش، ساعتها انا هربت وما قدرتش ارجع. فقالت لها لا انت لازم ترجعي حتى على الاقل عشان صاحبتك اللي ضحت بنفسها علشانك. بس قالت اسفة مش هقدر. ولكن الشرطة العسكرية دخلت لانه الدك كان مبلغ من بدري. في السجن قالت هو كده بقى الوضع اتحسن؟ ولكن الدك لما بص لها قال لها انت خايفه من حاجه؟ عيونك بتقول كده. ردت ان انا خايفه ما يصدقونيش. قال لها هم مش هيصدقوكي بس هيصدقوني انا. فالدك راح للقائد. القائد قال ان سكوت المفروض هيسافر النهارده، بس هنوقف السفريه وهنواجهه. وفعلا بداوا يكلموه. سكوت طلع قال سيدي المهمه اللي انا رايحها مهمه قوي، فعلشان كده انا هرد بدون كده. هو حصل ما بيننا علاقه زي ما هي قالت، بس كمان هي ما قالتش انها كانت حبيبتي في الوقت ده وكنا بنتواعد، وفي صور لكده، وكان في صور فعلا متصورينها. فبداوا يشوفوا الصور ويعملوا عليها زوم ولاحظوا نظره خوف وهي مبتسمه. هي فيها ابتسامه ولكن عينيها بتقول عكس ده، عينيها بتقول ان هي خايفه، نفس ابتسامه الخوف بتاع ملكه جمال كارولاينا وهي خايفه من الحكام. ودي كانت في الحقيقه حصلت انها لبخت في الكلام وكانت مرعوبه من اللجنه وعامله ابتسامه زائفه. وساره بالين دي حاكمه ولايه الاسكا كان في مره طلعت مع الصحافه كانت بتكرهها، بتسالها اسئله بيهاجموها وبيشتموها، وعملت الابتسامه المزيفه دي. فرحوا لها. بدات تحكي ان القائد سكوت كان عندهم حاجه اسمها عربيه المقدمه. العربيه دي بتبقى ماشيه في اول الطابور، هي اللي معرضه للخطر، وفي مره انفجرت صاحبتها وماتت قدامها، فالعربيه دي اخطر واحده فيهم. فالقائد سكوت كان بيهددها انها لو اتكلمت هيفضل حاططها في العربيه دي لمده ال6 شهور. فالدك قال لها بالظبط وده اللي انت هتقوله للقائد بتاعك. قالت ان هو مش هيصدقني. فردت توريه فعلا هو مش هيصدقوها مفيش دليل. فقالت الجنديه يعني هقول الحقيقه ازاي؟ رد ومين قال لك ان احنا هنقول لهم الحقيقه؟ وقرروا يحطوها في جهاز كشف الكذب. وكانت الاسئله هل تورطت جسديا مع الرقيب سكوت؟ قالت ايوه اجبرني على ده. فغضب وقال ان احنا كان بينا علاقه. فسالوها هل انت رفضت قبل كده؟ قالت ايوه مره واحده، وساعتها اجبرني اسوق شاحنه المقدمه الاسبوع. فقال كذب، كل اللي بتقوله كذب. الدك قال له الجهاز ما بيكذبش. قال له لا بيكذب، انا عمري ما خليتها تسوق عربيه المقدمه. بجد عمرك ما خليتها تسوق العربيه بتاع المقدمه؟ قال لا مستحيل. قال له بس انا كنت فاكر ان العساكر بيسوقوها كل يوم واحد مختلف شفتات، اما انت عمرك ما خليتها تسوقها؟ فرد ايوه عمري ما خليتها تسوقها، دي كدابه. فقال له يعني كده طالما هي على علاقه بيك انت ما بتخليهاش تسوق عربيه المقدمه، يعني لو بتعملها زي المجندين العاديين مش هتفضل محافظ على سلامتها كده هي بالذات، صح يا رقيب سكوت؟ صح كلامي ده صح؟ فانفعل قال ايوه صح. فقال له سلامتهم كانت في ايدك، انت كنت بتقيد سلامتهم بافعالك. المحامي هيقول موكلي مش فاهم. القائد قال له لا فاهم، اللي بيعمله ده كان اغتصاب.
وبناء على المادة 120 يتم احتقاله وتم حل القضية. وفعلا كانت بتركب البنت وبتحيي زميلتها اللي جابت حقها. يوري قالت له انت عملتها ازاي؟ احنا عارفين ان هي كدابة وما سقتش عربية المقدمة ابدا. فطلع مخدر قال ان هي خدته، بيخلي الجهاز ما يفرقش ما بين اللي بيكذب ويقول الحقيقة. كمان انا عايز اقول لك حاجة يا يوري. قالت له ايوه عارفة، الابتسامة دي معناها انك عايز تشكرني، ودلوقتي ايه انت شكلك متفاجئ. ولكن بيقول لها انت لازم تطوري قراءتك للناس والا في ناس اكتر هتتأذي. قالت له خزي، انت حسيت بخزي لما ذكرت اذية الناس. بس هو كأنه اتردد لما قالت له وده صديقي ربما يكون عمل حاجة وحاسس عليها بالذنب. فقال لها لا. قالت له انت بتكذب. قال لها تعودي على كده، انا دايما هكذب. وسابها وتنتهي الحلقة. تبدأ الحلقة بالدك مجمع في مكتبه حاجات غريبة وكأنه في قناة ناشونال جغرافيك، وبيدرس برضه لغة الجسد. بس بنته بترن عليه تقول له أنا غالبا يا داد هبات عند صاحبتي، ورغم إنه عرف من صوتها إنها كدابة بس وافق. وقالت له فورست أنت لازم تخلي بنتك عندها أسرار، مش دايما تفضحها. المهم خلينا في دانيال ستارك. بنت عندها 17 سنة وجدوا جثتها في الغابة مقتولة بضرب على دماغها. أمها قاضية فيدرالية في المحكمة. كمان الدنيا مطرت في يوم الجريمة فما فيش أي أدلة قوي، بس ابن الجثة وأثرها غالبا القاتل كان عارف البنت أو البنت عارفة القاتل. الفكرة إن أمها بتقول إنها كانت وحيدة ما عندهاش أصدقاء قوي. هل كده الأم بتكذب ولا إيه؟ بيروحوا علشان يحققوا مع الأم اللي رحبت بالدك وقالت إنها سمعت كلام حلو عنه وهيساعدها في لاقي قتل بنتها. سألها ممكن تحكي لنا عن أي حاجة عن بنتك؟ رحلة راحتها، مكان شافته، أي ذكرى، أو أقول لي حسيت بإيه لما شفتها ميتة؟ ردت إنها مش قادرة تتكلم في الموضوع ده، إنها في صدمة وإن ده أسوأ يوم في حياتها لما شافت جثتها. وسألته انت عندك بنت؟ رد ان فردت عليه فانت اكيد عارف او متخيل انا حسيت بايه. وقالت ان بنتها كانت مثالية والاولى على صفها. في تحليل كلام الام قالوا ان العيال المثالية مش بيتقتلوا دايما من ناس يعرفوهم. فردوا الدك انا مش مشغول بالبنت، انا مشغول بالام. وشغلوا فيديو ليها وهي بتتكلم. بعدين شغل فيديو قضية حقيقية سنة 1994 كانت ام بتتكلم عن اختفاء اطفالها، واللي بالمناسبة بعد كده اكتشفت الشرطة ان الام هي اللي ربطت عيالها في كرسي العربية ورمتهم بالعربية في النهر وقتلتهم. ثم قفلوا الصوت عن الست دي وعن الست دي وقال لهم عايزكم تركزوا في الوش. شايفين ايه؟ اول حاجة شايفين قاتلة كأنها بتقرأ من ورقة، مفيش اي رد فعل ولا مشاعر. اما هنا نفس الحالة مفيش مشاعر. بعدين نشوف في قضية تانية عن طائرة تبع وكالة ناسا، طيارة اسمها 45X، بس بنت الدك بتدخل عليه مقبوض عليها او الشرطة جايباها. يعني كانت عاملة حفلة في البيت جايبة 100 شخص وجيران اشتكوا، فابوها عاقبها ان كل يوم بعد المدرسة هتيجي هنا لحد ما يخلص شغله مش هتروح. فردت ابوها اقعد فين؟ وراها الأوضة وقال لها الأحسن تبدأي بتنظيفها دلوقتي ولوكر هيبقى زي حارس عليكي. في مكان العزا بيطلب الدك من توري لبانة بيمضغ فيها، بعدين بيلزقها في اللمبة. بعد ثواني اللمبة بتنفجر، فيشوف رد الفعل مش بيلاقي أي رياكشنات على وش الست. ده تقدم العمر. نسبة لجبهتها المتجمدة بتقول إنها حقنة بوتوكس، وده السبب إن ما كانش في مشاعر واضحة قوي في الفيديو وهي بتحكي، لأن البوتوكس بيشل عضلات الوجه وشكله اللي قتل شخص تاني. نروح لقضية الطيارة. المدير بتاع المركز بيقول لك إن الطيار نط من الطيارة على طول قبل ما تعمل حادثة، فهو شكله قصد يدمرها ولا إيه؟ ده الطيارة دي بملايين. وبيقول إنه جاله زي فقد ذاكرة مؤقت. وفعلا في المقابلة مع القائد ديفيد قال أنا مش هحطم الطيارة وأنا قاصد، أنا مش فاكر حاجة بعد ما نطيت، كأن سحابة سودة في عقلي. أما في حفل تأبين الطالبة الدك كان حاضر وكان مركز مع كل لغة جسد عند طالبة وهي بتتكلم، بالذات الديفا دي أشهر طالبة في المدرسة واللي بتقول إنها تفتقد البنت وإنها كانت من أعز أصدقائها، وعملت إشارة بشفايفها. ساعتها الدك استغرب، البنت دي مخبية حاجة. وكل ما زاد شعبية طالب في مدرسة بيزيد قدرته في الكذب، وكمان بتتظاهر بالحزن لما كانت بتتكلم. فقابلوها وقالت لها توري انت اكيد ما تقصديش كلام الحزن اللي قلتيه. قالت لها سوري يعني تقصدي ايه يعني؟ انت مين اساسا؟ رد انا الدكتور لايتمان وبدرس الكذب زي كذبك كده بالظبط. انت قلت ان الضحيه كانت افضل صديقاتك. فقالت ايوه ما احنا كنا افضل اصدقاء. سالها طب ولما انتوا افضل اصدقاء كنت بتزيفي حزنك ليه؟ قالت انا ما كنتش بزيف حاجه. رد انت دايما بتنتفي حواجب عينك. قالت ايه يعني ايه ليه يعني؟ لانهم بالشكل اللي انا شايفهم مثاليات، وده شكل مثالي عشان علامات الكذب بتبان اسرع لما الحواجب بتبقى معموله. وانت ما حزنتش او اتصدمت على موت البنت فرياكشنها اتغير. قالت ماشي كان شيء متوقع، انا ما اتفاجئتش على موتها لان دانيال كانت بتاخد مخدرات، انا ما اعرفش نوعها بس طالب في المدرسه
كان بيديها، ولكن ابوها نده عليها فطلبت انها تمشي. ابوها بيخاف عليها، كمان ده شغال في المدرسه، وطلبت منهم ما يقولوش لابوها. الدك مع المديره قالت في المدرسه عندنا كود لازم وضروري بيمنع اي حد من المخدرات، واللي يكسر الكود بيطرد على طول. فقال لها احنا هنقول للطلبه ان احنا هنفتش الخزنه بتاعتهم، بس احنا مش هنفتش. راحوا قالوا كده للطلبه، وبدا الدك يمشي ويبص لكل تعبيرات وش طالب، وقال احنا هندور على القاتل ونفتش الخزنه، لحد ما وقف عند طالب وقال ان فيكم طالب كلكم خايفين تبصوا له في قضيه النسيان بتاع الطائر. قالوا ان الطيار كان فعلا نسي بعض الاجزاء العفويه اللي مستحيل حد يرتبها بدماغه، زي الارقام بتاع سرعه الطياره وحاجات من دي. رد المدير بس الدك بتاعنا فحصه وقال ان دماغه تمام. قالت له في الطب النفسي في حاجه اسمها هستيريا فقدان الوعي، بيبقى فقد الذاكره فقد مؤقت بيحصل للشخص اللي بيبقى عايز يقتل نفسه. فرد يعني هو كان هيقتل نفسه؟ قالت لسه هقيم الوضع. بنت الدك قاعده بتشوف صور وسالت على الصوره دي، ودي كانت صوره لابوها في المغرب في الثمانينات. الدك وهي بتشوف فيديوهات الطياره وفيديوهات مسجله للطائر لاحظت حاجه، انه من شهر كان تعبيرات وشه مكتئب محطم حزين، اما قبل ما يعمل الحادثه باسبوع فبين ان هو فرحان واثق مسترخي سعيد. في حاجه حصلت له في الفتره دي غيرته. الطالب بقى لما بيحققوا معاه قال لك انا ابويا محامي يعني يعرف يدافع عني. فرد ماشي، ده شيء ما نقدرش نعترض عليه، بس ابوك مش شغلته قضايا القتل. هل ابوك بتاع عقارات؟ فالرياكشن كان عادي. طب مخدرات؟ اتهز شويه. يبقى ضرايب؟ فبان رد فعل. قال له بس ابوك بتاع ضرايب مش جرايم قتل. اما توريه قالت له الاف بي اي بيتهمك بترويج المخدرات ودي فيها سجن 5 سنين، الا بقى لو سبتنا نساعدك. فرد ماشي انا ما قتلتهاش، انا بس كنت بديها حبوب MBH. فقالت له الحبوب دي بتتاخد للي عندهم عجز في الانتباه. رد لا، وكل الطلبه الشاطرين واللي بيتفوقوا بياخدوها، بتخليك تساعد على الامتحانات، بتركز جامد في المذاكره، كمان بتخليك تذاكر بطول الليل بنهم. ولكن يا صديقي اضرارها اكتر. بس ابو البنت الدفى كاريزما بيجي وقال ان التحقيق مع الطلبه والتحقيق مع بنت بدون تصريح مش كويس. قالوا له الطلبه عندك بياخدوا مخدرات عشان الامتحان ونظام المسابقه بتاعكم الغبي بتاع مدرستكم. ردت الست ان مفيش اي طالب هنا بياخد الحاجات دي. بس الدك بص على ايدها والله شكرا احنا كده فهمنا هنمشي بقى. استغربت نمشي بالسرعه دي؟ قال لها ما ينفعش يجاوبوا على اجابات الصح باسئله غلط. نظرت المدرسه وبلا شك عارفه حاجه ومخبياها. ردت ما عارفه حاجه عن المخدرات؟ قال لها لا. لما قلت عن نظام المسابقه بتاع المدرسه بدات ايدها تطبطب على ايدها الثانيه، ودي حركه جسديه الشخص بيطمن نفسه بيها وهو مش بيقول الحقيقه. ونشوف نفس الحركه من الاميره ديانا و2 ستات ما نعرفهمش. اما بره المديره لما خلصت سالوها عن مسابقه المدرسه، قالت ان المسابقه دي نظام انا حطيته، الطلبه اللي بتجيب قليل بتطرد من المدرسه واللي بيجيبوا كتير بيفضلوا موجودين، بس انت كده بتعملي ستريس على الطلاب جامد علشان يذاكروا ولو حتى بطرق غلط. قالت مش مهم، المهم النتيجه. فطلبت منها توريه كل نتائج الضحيه ونتائج الطلبه المتفوقين. فقالت لها بس ده مالوش علاقه بالقضيه، وعملت نفس الحركه. اما مع التحقيق مع زوجة الطيار قالت ان جوزها مستحيل يأذي نفسه، هو صحيح كان بيمر ببعض الضغوط بس عرف يهندل الموضوع. سألتها ستريس ايه اللي بيمر بيه؟ ردت انه كانوا بيتنافسوا انهي طيار اللي هيسوق الطياره X45، والموضوع ده كان صعب عليه بس الحمد لله نجح والموضوع عدى. ولكن لما شغلوا التسجيل الصوتي لاحظوا انها كانت بتتلحسن في الكلام حتى لو قليل، بس تظل كان متوتره وكأنها بتحاول تخفي حاجه. فرد لوكر ان البني ادم بيخفي 3 حاجات بس لو موضوع يخص المخدرات او الفلوس او الجنس. فقالت مخدرات، عقاقير. غالبا بدأ يتناول عقاقير بسبب الاسترس اللي كان عليه قبل الاختبارات بتاع الطياره، وده اللي خلاه سعيد وهادي. ولو شخص وقف ياخد الحاجات العقاقير دي فالاعراض ممكن تضمن الانتحار. بس ازاي كشف هيئه الطياره من المخدرات ما عرفش ان هو بيتعاطى؟ فرد ان في انواع ادويه الكشف مش بيجيبها. اما الدك وبنته قالت له انا اسفه على اللي انا عملته، ما كنتش اعرف ان ده هيحصل. رد انت بتجمعي 100 شخص في حفل ومتوقعه ايه يعني؟ دي تصرفات متهوره مجنونه. فجابت له الصوره وهو في المغرب وهو بيحشش. قال لها بس لا دول شويه امازيغ كان في قضيه عندهم وكنت محتاج انهم يثقوا فيا. بس بتيجي توريه تقول له لما جبنا النتائج في حاجه غريبه، نتائج المتفوقين والضحيه كانت بتبقى دايما عار، كانوا بيبقوا 60%، لكن وقت الاختبار والمسابقه كانت بتوصل ل 94%. اكيد مستواهم ما كانش بيتحسن بالسرعه دي. وكمان الصدفه الاغرب ان الضحيه اتقتلت بعد يوم الاختبار على طول. وهو بيراقب بنته وفي نفس الوقت بيشوف النتائج بيلاقوا
ورقة امتحان الضحية، ولكن الصورة اللي عليها مش صورة الضحية، بل كانت شخص تاني. مدرسة في مكان تاني بيقابلوها. المدرسة قالوا لها انت كنت بتمتحني للطلبة وكمان بتمتحني للضحية. قالت لا ما تتهمونيش وضربت على الترابيزة. الدك قال لها ده تمثيل رخيص، الغضبان بجد بيضرب وهو بيتكلم، اما التمثيل بيخليك تضرب بعد ما بتخلص كلام. فالست مش لاقي حاجة تقولها، اتكشفت. قالت ان المدرسين رواتبهم قليلة، ازاي هدفع الايجارات والفلوس اللي عليا غير انها تمتحن لبعض الاغنياء وتاخد مقابل. وفي يوم تواصلت معايا الضحية بالايميل علشان تطلب مني امتحن لها، وطلبت منها ان انا اقابلها علشان نحدد النسبة تجيب كام في المية. يعني انا اقدر اخليها تجيب 100%، بس ده مش هينفع عشان ما تتكشفش. ولكن لما كلمتها وقابلتها اتفاجئت ان هي مستغربة وكأنها عملت نفس قال يعني ما بعتتليش حاجة وكان بتتلاعب بيا، بس انا ما قتلتهاش. فهناك طلب الدك ان عايز يشوف الكاميرات، يشوف الخناقة اللي ما بينهم. فقالوا له ان الكاميرات مسجلة فيديو مش مسجلة صوت. فقال انا مش عايز حاجة اكتر من كده. اما بنت الدك بتقول لك انا ابويا عمره ما بيخليني اعمل اي حاجة ممتعة. ردت فورست بالعكس، انت كنت كل مرة بتكدبي عليه بيبقى عارف ومش بيمنعك، وكان عارف انك كدابة وبتكدبي عليه لما رنيت عليه وقلت له انا هبات، بس ما رضيش يواجهك ويقول ان انت كدابة قدامك. اما لوكر بيجيب ورق من تحليل الطيار انه فعلا كان بياخد ادوية مخدرة بتاع اكتئاب، ولما واجهوه رفض، قال انا عمري ما اخد الحاجات بتاع الاكتئاب دي ولا حطيتها في بقي. اما بره ومدير المركز بتاع ناسا بيكلمها بيقول لها ده غالبا بيكذب. قالت لا ده هو صادق ونشوف مراته. فدخلت عليهم وبعد شويه الطيار قال لها يعني ايه عايزه تقولي ان مراتي كانت بتديني دواء؟ قالت يا اما كده يا اما انت بتكذب. فالزوجه ما استحملتش وقالت انها الفتره بتاع الاسترس اللي كان متغير فيها وكان ضايع حسيت ان ده مش جوزي، حبيت اخفف عنه، كنت بديله ادويه من غير ما يعرف. ساعتها انهار. قال لها ازاي تعملي كده؟ ده انت ممكن تنهي كاريري. ردت انها كانت خايفه عليه، كل يوم كانوا بيفقدوه، كل يوم كانوا قلقانين عليه، ولاده كانوا خايفين عليه، فاضطرت تعمل كده. اما مشاهده الفيديو بيلاحظ الدك رفع الحواجب بتاع الضحيه وهي بتواجه المدرسه. فقالت تريد ده الحركه دي معناها انها متفاجئه. الدك قال لها بالظبط الضحيه ما كانتش تعرف ان المدرسه بتتكلم عن ايه. فقالت يبقى حد تاني هو اللي طلب من المدرسه تمتحن لها مش البنت، وراحوا للحد التاني وهي الام، وفعلا احترفت. قالت انها عملت كده لمصلحه بنتها، عملت اكونت فيك باسم بنتها ودخلت كلمت المدرسه اللي كان في اشاعات بتقول انها بتمتحن للطلبه الاغنياء، ومن غير ما نعرف قامت قابلت بنتي، وبنتي ساعتها رجعت وهي غضبانه مش طايقاني بس كنت بعمل كل ده عشانها. ردوا لا انت كنت بتعملي كده عشان نفسك مش عشانها. ولكن الام حاسه بذنب في موت بنتها. فسالوها تعرفي مين من الطلاب بيغشوا كده؟ فقاموا جابوا الدفا بتاع المدرسه يحققوا معاها. قالت لا انا ما كنتش بغش، انا ما كنتش بكلم المدرسه دي. قالوا لها الضحيه هددتك انها هتفضحك وتفضح المدرسه فقمت قتلتيها. قالت لا الاب كان بيتفرج فجاه يقول وقفوا التحقيق عن بنتي، انا اللي قتلت البنت، كانت بتهدد بنتي وهتفضحها، ما استحملتش وقتلتها. وقاموا خدوه واحتقلوه. ولكن الدك قال ما اعتقدش ان هو اللي عملها. المهم بيدخل عليه الدك فيرد الاب ايه انا خلاص احترفت. قال له هنعرف. فيجيب له الصور ويقول له انا عايزك تقول لي انت شايف ايه. رد شايف مهرج. لا انا عارف انه مهرج، انت حسيت بايه لما شفت الصوره؟ رد الصوره دي حزين. طب ودي؟ سعيد فرحان. جاب له صوره البنت خاف اترعب. الدك قال له انا كنت بحاول اثبت انك ما قتلتهاش، الصور بتاع القطه او بتاع المهرج عشان الهيك وتشوف فجاه صوره الضحيه. رد فعلك يا للهول كان خوف ومفاجاه. دلوقتي لو قاتل حقيقي شاف صوره الضحيه بتاعته هيظهر اشمئزاز او قله احترام، حتى ممكن يظهر خوف، بس عمره ما هيظهر تفاجؤ. انا عارف يا مستر بايسون انك بتحاول تحمي بنتك بس انت مش هتقدر تحميها من ده. فرد انا ما اقدرش، بنتي قتلت من غير ما تقصد، كان بتحاول بس توقفها، وبتمنى انها ما كانتش حكيت لي اللي حصل. ونرى وهي البنت بتتحبس بتتسجن بتفارق ابوها اللي كان بيحاول يفداها بحريته بروحه، بس للاسف. وبنت الدك شايفه المشهد. وفي الاوضه اللي كانت رتبتها تمام التمام قالت انها عرفت انك كنت عارف ان انا ببقى كدابه وانا بعمل كل حاجه، بشكرك انك مسكت نفسك لما كنت كل مره بتعرف. فقال لها انا دايما ببقى عارف. قالت له مش قوي يعني، مش كل مرة كنت بتعرف. وتنتهي الحلقة. تبدأ الحلقة في كولومبيا في إحدى الأشخاص السياسيين بيتقتلوا. خد بالك بقى من النظرة دي، حاجبين متساويين نازلين من تحت. أي واحد هتلاقيه قرب يهجم أو يقتل، زي اللي بتحاول تقتل مدرستها أو اللي بيحاول يطلع الأتوبيس عشان يفجره ب20 رطل متفجرات، هتلاقي نفس النظرة. حتى من اللي قاعدين قال لك أنا حبيبتي بتبص لي النظرة دي. النظرة اسمها ما قبل الهجوم. لا يهم، لأن النهاردة جوازة ابن السفير الكوري، وفي حد أكيد من الأعداء هيبقى عايز يقتل السفير يا يقتل ابنه. فالدك حضر مع التيم
يشوف الوشوش اللي ممكن يكون عنده خطر او اللي في اي ذره شر. والدكتوره فورست مع جوزها، بس قال ان هو رايح شغله وهيرجع. الفكره انه كذاب. توري قالت للدك ان هو بيكذب من تاني. مش ناوي تقول للدكتور فورست مش دي صديقتك في التيم؟ قال لها خليكي في حالك، خليكي في نفسك وفي شغلك. بيجي البودي جارد بتاع السفير لان السفير مستنيهم، وبيلاحظ الدك حاجه لما بيدخل. بيسلم عليهم ويقول لهم انتم متاكدين هتعرفوا تجيبوا اللي هيبوظ الحفله او يحاول يقتلني؟ ردوا احنا مش بالضروره، وبعدين لو انت قلقان قوي كده انت ممكن تلغي الحفله اصلا والجوازه. رد ان لا، لازم مشاكلي تبقى خاصه بي انا. ذنب ابني ايه ان انا اضايقه وابوظ اليوم بتاعه عشان الناس بتكرهني انا؟ فرد الدك ان احنا معانا حراسه، وكمان انت معاك الحارس بتاعك، معاه مسدس HK 45، مسدس غالي. رد السفير ان ده حارس الشخص بتاعي، ولكن رياكشناته كانت غريبه. المهم كمل ان هو عايز يحمي ابنه ومراته ونفس النظرات. باقي التيم واقف على البوابه بيلاحظوا اللي بيدخلوا اللي عندهم نظرات غريبه او اي حاجه زي اللي واقف ده مثلا، وسالوه انت متوتر ليه؟ في حاجه؟ رد لا مفيش. فطلبوا يفتشوه. قال لها باي حق انت تفتشيني؟ رد عليه عامل من المخابرات بحقنا احنا. بس فجأة بيطلع لهم مخدر كان هو جايبه، وده اللي كان السبب في توتره. فلوكر قال لها ان بتاع المخابرات شكله معجب بيكي. قالت ان انا واخده بالي من بدري. وهم خارجين قال لها نظرات السفير غريبه. ردت عادي، يمكن حاسس بقلق ابنه ممكن يموت النهارده ولا هو يعني انت متوقع ايه؟ رد ان حفله الجواز دي مش حفله جواز، ده حفله كذب. العريس بيكذب انه بيحب اللي هيتجوزها، واللي هيتجوزها بتكذب انها فيرجن، والاب بيكذب انه بيحب العروسه. المهم تبدا الحفله، الدنيا لبش، كل عامل قاعد يبص. بس الدكتوره فورست مستغربه من انحناء الحارس لانه مش كامل الانحناء بتاعه. طبعا برضه بيبصوا ومستنين حد يظهر، لحد فعلا نظره الهجوم بتاعت اول حلقه في شخص فالدك بيقولوا اقبضوا عليه اقبضوا، وفعلا بيتقبض، بس بيطلع صوت ضرب سلاح ويتضرب ابن السفير. اما اللي اتقبض هم بيحققوا معاه، بيقول لك انا تبع كوريا الشماليه وانا اللي قتلت الواد ابن السفير، وكان طبعا بيتكلم لغه ما همش فاهمينها، بس من نظرات الدك كان عمال يلاحظوا. بعدين الدك قال لك انتوا لقيتوا معاه سلاح؟ قالوا لا، ولاعه وازازه ميه. فرد ان ده مش القاتل. الابتسامه بتاعته كانه بيحاول يخفيها، ابتسامه انه فرحان علشان احنا صدقنا كذبه. فسالوه طب ما يمكن ابتسامه ان هو قتل. رد انه ما كانش هيحاول يخفي الابتسامه بتاعته، بل هيبتسم بثقه. قول له كده ان انت اللي قتلت تاني. فسالوه انت اللي قتلت؟ فعلا ابتسم. الدكايه لحظت وسالت هو ليه وهو بيهرب كان ماسك ازازه الميه او كده؟ فجابوها، حاول يشمها الدك وطلعت انها سبيرتو او بنزين، وده كان جاي يولع في نفسه هنا، وده سبب الولاعه اللي معاه. فردت الدكتوره ان دي عاده منتشره في فيتنام وكوريا والصين، بيبقى على اي واحد عايز يحتاج. طبعا كل الحاضرين بتوع الفرح دلوقتي مش هينفعوا يخرجوا، محتجزين في المكان. اما العميل لسه بيزحف ورا توري عايز يتقرب منها باي شكل. المهم بيروحوا للزوجه يطمنوا على جوزها هو كويس ولا لا، ويعرفوها ان اللي عايز يقتل جوزها عايز يقتله علشانه هو، مش عشان ابوه ولا الموضوع له علاقه بالسياسه. حد بيكره جوزك يا مدام؟ هل بقى في حد بيحاول يهدده؟ ساعتها عملت نظرات وقالت لا لا. فالدك بعدين قال توترها ده غريب، ادراك اضافي، ارتجاف العين، كل دي مش طبيعيه. ردت الدك ان غالبا واحده جوزها بين الحياه والموت، مستني منها ايه؟ لوكر بيروح للرجاله بتاعت الكاميرات عايز ياخد منهم تصوير الحفل عشان يراجعوا الفيديو، يمكن يكتشفوا القاتل. لما واجهوا السفير ان ابنه اتضرب لانه حد مستقصده، قال لا ده بسبب السياسه وبسببي وحد بيحاول يهددني بيه. فلما مشي رد الدكتور لايتمان ان الصباع في مكان وعينه باصه في مكان تاني. ده بيحصل في حاله الكذب، عقلك بيحاول يخترع كذبه ومشغول فمش بيعرف يزمن الحركات مع جسدك. نشوف مشهد للراس كلينتون وهو بيقول لك انا ما عملتش علاقه مع الست، وكان بيكذب ونفس الحركه. الرجاله في الاوضه مشغله شريط بتاع الفرح، بتشوف تعبيرات وش الحضور. اما زوج الدكتوره بيقول لها حاولي تخرجيني من هنا، انا عارف ان ليكي لازمه، الشغل عايزني، ممكن اترقى انما كده هترفد. قالت له مش هعرف، ده هيحطك في موضع خطر، مش هينفع. ورفضت، فعمل نفسه اتقمص. اما في شريط الفيديو بيلاحظوا واحد من المعازيم انفعالاته في زياده كده، وكانه بيحاول يسيطر على غضبه، ووقفوا عند اللحظه اللي رافع فيها ايده عند بقه وكانها حركه عدم احترام للعريس. فالعميل رد هو انت متاكد؟ حركه عاديه يعني بيحك عينه. الدك ساله معلش كده هو انت مين؟ رد ان انا عميل من المخابرات. بس فورست قالت لا ده اشاره غير اراديه، وبداوا يجيبوا فيديوهات لقاده كانوا بيعملوها وهم بيتهاجموا في الاسئله كانها علامه انزعاج. ورد الدك ان دي اشاره عدائيه. جابوه يحققوا معاه، بس قال انا ما اعرفش حاجه، ما كانش بينه وبين العريس كره او حاجه. فورست قالت له احنا مش بنتهمك، بس عشان الاقل تساعدنا نعرف مين اللي عمل في العريس كده او مين اللي اذاه نجيب حقه. فبدا يحكي ان العريس مستلف منه $5000، وان العريس كان بيحب المراهنات والقمار وبيضيع فلوس كتير قوي فيها، وكمان مستلف من ناس تقال، ربما الناس اللي مستلف منهم هم اللي حاولوا يضربوه بالنار. فعلا احد الضباط قال فحصنا الحساب بتاع العريس، عرفنا انه مصفر ومديون وبيلعب. لما الدك راح للعروسه قال لها لما سالناك على التهديدات
مشاهدات، انت كدبتي وعملت حركات، انت كنت مخبيه القمار. استغربت، لا هو اصلا مبطل لعب من 6 شهور. وبعدين استوعبت ورجع يلعب تاني. فساعتها الاب بيدخل وقال لهم انتوا غلط، انا دفعت الديون اللي على ابن كلها كهديه جواز، فمين هيأذيه وهو مش عليه ديون؟ بس العروسه محروق دمها انه رجع يلعب وهي ما تعرفش وكانها مهمشه. المهم الاب قال لك ابن رائع محدش بيكرهه. فرد الدك ايوه انت ابنك جامد، لا انت ابنك رائع فعلا ليس له مثيل. وخرج وطبطب على البودي جارد. كان هو طالع بيكلم فورست بيقول انه كل مره بيشكر فيها الابن او الاب بيشكر فيها الابن كان البودي جارد ورا كان بيتضايق بس مش عارفين السبب. فردت فورست ان حتى لما البودي جارد ده كان بيسلم على العريس في الاول الحلقه انحنى انحناء قليل، وده في الثقافه في كوريا يعتبر عدم احترام. كل ما تحترم الشخص تنزل تنحني قوي اكتر. فقال لها اجمعي لي السفير ده والبودي جارد بتاعه وهقابلهم بعد دقيقه. وهو ماشي قابله زوج فورست وكان بيتكلم في التليفون لشغله وقال للدك الشغل بيرن عليا هطرد لو انا ما مشيتش. الدك رد بكاريزما انا وانت عارفين انك بتكذب، عارفين ان الشغل مش عايزك، اصلا انت ما كنتش بتتكلم في الموبايل بل بتتظاهر. وبيسيبه. اما الرجال عامله انقلاب تحت عايزين يمشوا ومش مستحملين. الدك بينزل يقول لهم بس فتره قليله وكله هيروح، بس العميل بيهديهم. فبيشوف الدك يقول له انت مين؟ انت مين ايه؟ احنا لسه متقابلين من نص ساعه، انت نسيتني؟ طب على العموم انا محتاج منك خدمه. ويطلع لفوق للسفير بسلاح يضرب طلقتين في الهواء ويقول لهم ما تقلقوش ده بس سلاح صوت. الفكره بقى والغريب مش في السلاح، الفكره وانا بضرب. رد فعلك التلقائي كان غريب، كانك بتحاول تحمي البودي جارد بتاعك مع ان المفروض العكس. وليه بيعامل ابنك كانه ند ليه؟ ما بيحترموش. هل هم اخوات؟ وما تكذبش، انت لو كذبت انا هعرف. فرد انت شغلتك تحمينا وتعرف اللي ضرب مش تحقق معايا. فرد ان ده يبقى ابنك. فابنه اتضايق وقال له احترف بيه لو مره واحده قول ان انا ابنك. فالسفير قال له ايوه يعني ايه علاقته بقى؟ فرد عليه الدك انت حاسس وبتفكر ان هو متورط او هو اللي ضرب اخوه. كل مره بتتكلم عن ابنك ومعاك الحارس بتبقى ماسك قبضه ايدك كانك غضبان. كل مره قول لي ليه؟ انت مفكر ان هو حاول يقتل اخوه. فالولد استغرب. رد عليه قول له ان هو غلط، قول له ان هو مخطئ. بس الاب قال له لا انت دايما بتكره اخوك بتعامله بدون احترام. الولد رد لانك خفيني مش بتقول لحد ان انا ابنك. فساله هل انت اللي ضربت على اخوك فعلا؟ انت اللي معاك مسدس وانت اللي كنت واقف جنبه؟ الولد في صدمه مش مصدق انا ما اعملش كده. بس الدك رد ان هو اللي ما ضربش، تعبيرات وشه صادقه. كمل الولد انا بحميك وبحمي اخويا وبحمي مراته. قال له بالظبط مراته، انت ليه مش مائز؟ ليه لما سيرتها بتيجي بتبقى متضايق؟ فقال له ازاي؟ قال له نفس رد فعلك وشك دلوقتي لما سيرتها بتيجي. وقرب منه قال له قول لي. رد الابن انه الكل مفكر ان فيبي مرات اخويا انها طيبه بس هي عكس كده. في مره طلبت مني كانت رايحه تقابل واحد ملثم، بعدها قالت لي ابعد ما تقربش، وكانت بتكلمه في كانه تدبير في حاجه، وطلبت مني ما اقولش لابويا او اخويا بس شغلوا فيديوهات قليله ليها بس مش باين عليها اي رياكشن غريب. فسالوا الدك على فيديوهات تانية. فلوكر جاب له فيديوهات وهي بتقول كلام الجواز بس لما قالت اسمها رياكشنها اتغير. الدك قال انها بتكذب ده مش اسمها الحقيقي. وسال على قرايبها. طريقه قالت غريبه فعلا، هي ملهاش اصدقاء او قرايب او حتى لها اهل، بتقول ان اهلها متوفيين. وقالت ان شكلها هربانه من مكان. وافتكرت فورست قالت في المستشفى لما جبنا سيره التهديد كنا بنفتكر انها بتحاول تخفي مين اللي بيهدد جوزها. ماذا لو في حد بيهددها هي اصلا؟ ممكن يكون الراجل الملثم اللي قابلته. فرد الطريق يعني مجنون بها مثلا. فورست قالت او بيحبها. بدأوا يشغلوا الكاميرات من تاني ويشوفوا كل اللي في الزفاف رد فعلهم، لو في رد فعل عدواني او واحد مع سلاح او اي حاجه. بس الدك فكر قال ماذا لو القاتل مش في الكاميرا؟ ماذا لو هو ورا الكاميرا؟ وبعدها امر بسرعه ان المعزومين يمشوا الا العيال اللي كانت بتصور الفرح. وقرب منهم قال لهم في واحد منكم هو اللي ضرب على العريس. واحد بعد ما الزوجه رفضته زي النكره قالت له انها رايحه تتجوز راجل غني ذو سلطه وما اهتمتش بمشاعره. الغضب اللي انت حسيت بيه هيظهر على وشك. ساعتها الراجل لما حس انه انكشف بيهاجمه بس ما بيلحقش وبيتمسك. وفي التحقيق بيقول ان كان متجوزها لمده 2 سنين والمفروض انه يكمل معاها في السراء والضراء في الصحه والمرض زي ما قالت بس كدبت. ويكمل الشرطي ان اللي حاول يقتل كان شغال في الجيش واتجوزها ل4 سنين واتطلقت منه بس فضل يلحقها لحد ما سافرت لولايه تانية. والزوجه قالت في الاخر انا ما اعرفش ان هو كان موجود في الحفله واكيد لو اعرف ما كنتش هسيبه يأذيه وانا اسفه خلاص هلم حاجتي وامشي. بس السفير قال لها
لا ابني مستنيكي، وادوها فرصه وبدات العلاقات تتحسن بين الاب والابن البوديجارد. العميل عايز لسه ديت مع توريه، قالت له لا مش هينفع، مش علشان انا مش معجبه بيك، بالعكس انا معجبه بيك، بس الفكره انت لو كدبت عليا بعد كده او قلت حاجه مش صدق انا هبقى عارفه حقيقتك دايما، هتبقى مكشوف. قال لها انا ما عنديش اي مشكله، ووافقوا على بعض. وفورست بتقول ان جوزها متضايق منها علشان كان في ترقيه في الشغل اخرته، وده بسبب احتجازي ليه، بس انا هعرف اصالحه النهارده. الدك عارف ان هو كذاب جوزها، عايز ينصحها بل نده عليها، بس لاخر لحظه تردد وقال لها لا مفيش حاجه امشي، وكأن جوزها ده وراه حاجه. وتنتهي الحلقه. طبعا يا صديقي بقى لو عايزنا نكمل الفيديو نوصل 10000 لايك، مش كتير عليك، صحتك تجيب اكتر من كده، واستناني في الفيديو الجاي، شجعني في الكومنتات. سلام.